نعم، لحظة تحرير فلسطين اقتربت. لحظة تحرير فلسطين اقتربت. من تونس اقتربت. بدولتكم اقتربت. الشعوب هي التي ستحرر فلسطين. الشعوب الثائرة التي قدمت الشهداء هي التي ستحرر. لقد أطاحت بهذه الأنظمة الطاغية التي تحالفت مع الاستعمار، تحالفت مع إسرائيل ضد رغبات هذه الشعوب. أقول لكم لقد حققتم أهم سابقتين في تاريخ هذه الأمة. حققتم السابقة الأولى بأن فجرتم الثورات وتحديتم الخوف والإرهاب. السابقة الثانية عندما سجلتم مثلا رائعا في الديمقراطية، مثلا رائعا في الحرية، مثلا رائعا في الكرامة. كنتم كبراء أو كبيرون بأفكاركم، بتضحياتكم، بشهدائكم، بمواقفكم. أنتم فخر لهذه الأمة العربية. أنتم تستحقون منا كل التكريم، ليس فقط شهداء تونس وإنما كل الشعب التونسي. أقول شكرا لهؤلاء الشهداء. أقول شكرا لهذه الأرحام المناضلة الوطنية الشريفة التي أنجبت هؤلاء الشهداء. شكرا لكم. شكرا لهذه الأرحام الرائعة. شكرا للآباء، شكرا للأمهات، شكرا للإخوة. هذه المطالب مشروعة. نعم، يجب تقديم كل المجرمين إلى محاكم عادلة. نعم، يجب تقديم كل القناصة الذين أزهقوا الأرواح إلى محاكم عادلة. نعم، يجب تكريم أسر الشهداء ماليا ومعنويا، رغم أن المال لا يعني شيئا إلى جانب هذه الدماء الطاهرة التي قدمت تحية لهذه الثورة، وقدمت من أجل انتصار هذه الثورة، ومن أجل تونس، ومن أجل الأمة بأسرها. أيها الإخوة، أنا كان لي الشرف الكبير عندما جئت إلى بلدكم بعد أن زالت طاغية، وذهبت إلى صناديق الاقتراع وزرتها جميعا، وكم كانت سعادتي غامرة وأنا أرى هذا الشعب يقف ل6 ساعات 7 ساعات بشكل حضاري منتظم بدون أي مشاكل، وبكل أنواع الضبط النفس ليقول نعم للديمقراطية، نعم للتغيير ولا للطغاة. قدمتم المثل والنموذج. أستحلفكم بدماء الشهداء أن تحافظوا على هذه الثورة، أن تحافظوا عليها. أستحلفكم بدماء هذه الشهداء أن تحافظوا على تونس، أن تحافظوا على عزة تونس، على كرامة تونس، على وحدة تونس، على وطنية تونس. أستحلفكم بدماء الشهداء أن تتعايشوا، أن تتآلفوا، أن تتعاونوا من أجل تونس حتى تصبح وردة، حتى تصبح جوهرة في هذه الأمة. لقد قدمتم عملا عظيما، وعلينا أن نحافظ على هذا العمل. نحن نفتخر بكم، نحن نعتز بكم، نعتز بثورتكم، نعتز بتجربتكم. جميع الأمة العربية تتابعكم، تراقبكم، تراقب هذه التجربة الرائعة. أرجوكم حافظوا على هذا النموذج، حافظوا على هذه الثورة، حافظوا على هذه الديمقراطية، حافظوا على المصالحة الوطنية. نريدكم نموذجا وقدوة، وأنتم النموذج والقدوة. أحييكم من كل قلبي وأشكركم، وأشكر تونس، وأشكر شعب تونس، وبإذن الله للأمام. ومن تونس